مرحبا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قاعة المواصلات ديال الامن ديال تمارة. وي. معك الصحفي محمد راضي الليلي من باريس. مرحبا سيدي. الله يخليك، بغيتك واحد الرسالة توصلها للمرؤوسين ديالك. محمد راضي الليلي. اياه، المذيع السابق في القناة الأولى اللي كان يقدم النشرة الرئيسية ديال 8. الله يخليك باش تبلغ المسؤول. المذيع السابق في القناة الأولى ياك؟ اياه. اللاجئ حاليا في فرنسا. الله يخليك. أنا عندي الأسرة ديالي في المغرب، عندي الأطفال ديالي باقيين في السنة الجديدة في المغرب. وهذه فترة كيتعرضوا لمجموعة من المضايقات من طرف عدد من الأشخاص. وراه هذه تمارة خاصك تعيط الرباط. الله يخليك، غير اسمعني، اعطيني ودنك واسمعني الله يطول عمرك، لأن هذو ولادي، أنا كنهضر معك على ولادي. ولادي في سنة جديدة، ولكن كاين واحد الشخص سميتو علي باريش. الرقم الهاتف ديالو 06 باش تسجلوا الله يخليك. 06 علي باريش 06 18 15 54 71. وهذا الشخص هاد الايام كينشر تصاور ديال ولادي، وكيهدد بالفوتوشوب، وكيهدد بمعلومات شخصيه على ولادي. كينشر الصور ديال ولادك بالفوتوشوب. شنو؟ عندي بنت عندها 16 سنه، خذا الصور ديالها ودار لهم الفوتوشوب. عندي بنت عندها 6 سنوات ودار لها الفوتوشوب ونشرها. وكاين معلومات شخصيه، كاين معلومات مغلوطه على الحياه الشخصيه ديالي. وهذا الشخص هذا انا ما باغيش الصور ديال بنتك ياك؟ ديال بنتي عندها 6 سنوات، وكاينه عندي بنت اخرى عندها 16 سنه. الان كيهدد بنشر الصور ديالها وكيرسلهم في الخاص. دابا انا الله يخليك بغيتك باش تبلغ هذه المعلومات. راه الاخ عادل النجار راه كيعرفني، الا كان مازال معكم كيعرفني عز المعرفه. الا كان شي امن في هذيك البلاد باش المصالح الامنيه تقوم بالواجب ديالها. دابا تمارة، هذا السيد كيسكن في تمارة علي بلدي؟ كيسكن في حي المسيره 2، وكيشتغل مع جمعيه الشباب الملكي. جمعية الشباب الملكي. وهذا الشخص هذا منذ اشهر هو كيقوم، هو واحد مجموعه الاشخاص، واحد فيهم كذلك الاسم ديالو يوسف شهمه، حتى هو كذلك معاه في تماره. وهذا علي بريش كيتصل بك انت ولا؟ عندي حي المسيره 2، هو معروف لدى المصالح الامنيه، لانه انا ما باغيش نقول بانه كيتعاون مع الاجهزه الامن، لان الموضوع ديالي ملف سياسي، ولكن باش يوصل انه ولادي يولوا فوتوشوب اللي عندهم 6 سنوات و16 سنه. وهذا الشخص حر طليق يدير ما بغى، على الرغم من انه وجهنا شكايه من هنا من فرنسا الى الوكيل العام ديال القنيطره، والى وكيل الملك ديال القنيطره، والى وزاره العدل. هادو صور فاضحه تقريبا ياك؟ تقريبا لا صور الفوتوشوب كيردهم صور فاضحه ياك؟ لا، كيدير لهم خائن ما تخائن باكم خائن، ولكن ما عندوش الحق انه يستعمل الصور ديال الاطفال ديالي انا في الفيسبوك. الا كان عنده شي حاجه معايا انا شخصيا يجي يقول لي. كيدير دابا الصور ديال الابناء ديالك وكيكتب عليهم تعليقات بان الاب خائن ياك؟ اي خائن. والصوره ديال 6 سنوات، تصور انه بنتك انت، واش الا تسمح انه بنتك عندها 6 سنوات يجي واحد ياخذ الصور ديالها ويكتب عليها خائن ما تخاين؟ ما دخل الاطفال في الموضوع. وثانيا هاد الدوله هذه اللي ما تقدرش تحمي
أطفال باقين وراء باباهم لأسباب سياسية. اش من دولة هذه؟ فالله يخليك، أنا اتصلت بك الآن من باريس باش نبلغك هذا الرسالة. مرحبا سيدي، هذه المعلومات هذو غنوصلها للرؤساء ديالي. هذا السيد هذا إلى حدود اللحظة باقي كيصيفط ليها هو، فهمت؟ هو أنا عارف بأن عليك الضغط في قاعة المواصلات لأنني لا ماشي مشكل، ولكن هذا الشخص هذا باقي إلى حدود الآن. أنا نوريك الرسالة اللي كاتب لي. باقي، فهمت؟ غادي نفضحك، غادي ندير لك، غادي هذا الشخص هذا خاص يتم التحقيق معاه باش يتعرف شكون اللي مسخروا في هذا الموضوع. هل هذا الشخص هذا افتراضي؟ نعم خويا. التليفون ديالو 0618 15 54 71. لحظة باش نتأكد معاك مزيان على التليفون ديالو. نقول لك يعني العبارة حالف حتى نبولك في سروالك يعني. وراه سيرتك عندي كلها من A ل Z، ولكنني أشرف منك لأن نشر صور النساء والأطفال شي حاجة. المشكل أنني أنا من اقتربت منك سوف نرجع إن شاء الله باش نوقفوا لك هذه المرة الفيسبوك في مرة، وباش نتأكد معاك من التليفون ديالو. الور 06 18 15 54 71. دابا هو الموضوع انه كاين صرف الصور ديال البنات ديالك، وحده عندها 16 سنه وحده عندها 6 سنين، وكيكتب عليهم تعليقات بان ابوكم خائن، وانت كيبعث لك بعض الرسائل اللي هو كيعرض لك فيهم السب والشتم والتهديد. السب والشتم يسبني انا ماشي مشكل، يسب حتى البغد غدا، ولكن باش يتطاول باش يقول بانني انا عندي علاقه شرعيه وبان ولدي تزاد سفاحا، وهذا منشور لازال الان الى حدود الان في الصفحه ديالو في الفيسبوك باسم الصف باش تقيدها حتى هي كذلك، صفحه باريش المغربي بالعربيه، باريش المغربي الى حدود الان ناشر بانه عندي ولد غير شرعي. ماشي مشكل يكتب كيف ما بغى، حياتي الخاصه هذه كيكون عندي شرعي ولا غير شرعي، لكن باش يوصل انه يصيفط لي الصور ديال بنتي الصغيره ويدير لها الفوتوشوب ويكتب خائن ما تخائن، ومن بعدها كذلك يصيفط لي صوره اخرى في ديال بنتي اللي عندها 16 سنه واللي هي قاصر، واللي هي من حق الدوله المغربيه انها تكون تحت الحمايه ديالها لان باها مغادر للمغرب وطالب اللجوء في دوله اخرى. باش يقوم هذا الشخص هكذا بهذه الدوله ديال السيبه بحال هكا، هذا امر غير مقبول. وانا اتصلت بكم وانا الان على اتصال مع قاعه المواصلات بتماره باش تبلغ هذا الشيء. الله يخليك المسؤولين ديال الامن باش يقوموا بالواجب ديالهم ويتم الاستماع لهذا الشخص واعتقاله اذا اقتضى الامر وتقديمه للمحاكمه. لا مرحبا سيدي مرحبا، انا غنبلغ هذا الشيء كله، غنبلغ الرؤساء ديالنا. كون هاني والاخ عادل النجار العميد هو رئيس المنطقه دابا، راه صديقي، ولكن انا ما بغيتش نتصل به لانني بغيت نشتغل رسميا باش تقوموا بالواجب ديالكم. الله يخليك وتبلغ هذا الامر. لا كون هاني هادشي كلشي غيوصل للجهات المختصه والمسؤولين ديالنا باش غيديروا بارك الله فيك. بارك الله فيك. كون هاني هذا راه واجب سيدي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مرحبا مع السلامه.